بيبدأ الفيلم في منجم فحم مهجور، وبره بيكون في طفل صغير اسمه آيدن بيلعب لوحده. ولما سمع صوت غريب قرر يرجع جري لعربية والده فرانك ويفر اللي وصل بعدها بشوية ومعاه شنطة عدة، وقال لابنه ما يقلقش من الأصوات دي وأنها مش حاجة مهمة. بعدين طلب منه يقعد في العربية ويستناه لحد ما يرجع، ودخل واحد من مداخل المنجم. وجوه المنجم فرانك وزميله بيكون عندهم معمل بيعملوا فيه حاجات ممنوعة، وهم بيتكلموا سمعوا أصوات غريبة جاية من أنفاق المنجم وحاولوا يهربوا، لكن اتهاجموا بطريقة وحشية من مخلوق شكله عنده مخالب حادة وقرون على راسه. بعدين الفيلم بيتقدم ل3 أسابيع قدام، ونبدأ نتابع المدرسة جوليا ميديوز اللي شكلها بتتصارع مع أفكارها جوه حمام المدرسة. بعدين رجعت للفصل وبدأت تتكلم مع طلابها عن إزاي الناس بتنقل معرفتها وثقافتها عن طريق الحكايات. ولما الحصة خلصت لوكاس الصغير اتعرض للتنمر من زمايله اللي حطوا له دمية صغيرة وعملوا له حركات بذيئة، ومشي لوحده للبيت وهو مكتئب. وفي السكة لمح حيوان صغير فرماه بحجر وقتله وأخده معاه البيت. وأول ما وصل لوكاس وقف قدام باب حديد مدعم بقفلين وتأكد إن مفيش صوت من الناحية التانية. وقبل ما يدخل جوليا كانت في السوبر ماركت وشافت زجاجات خمرة على الرف، وكانت متحمسة تاخد منهم، لكن مسكت نفسها ورجعت البيت. وفي البيت جوليا سمعت في الراديو برنامج بيعلن عن خطة حكومية لإعادة فتح مناجم الفحم، وقربت من البيانو القديم في أوضة المعيشة وافتكرت سوء المعاملة اللي تعرضت له وهي صغيرة. وأخوها بول اللي هو شريف المدينة جه وقعدوا يتكلموا عن يومها في المدرسة. فجوليا قالت إن الدنيا مش ماشية زي ما كانت متصورة، وبول لاحظ إنها بص على البيانو وسألها لو تحب يشيله من هناك، لكن هي رفضت. وبعدها هو مشي، وجوليا بعد كده شالت صور أبوها من على الحيطة وخرجت. ولوكاس بص على صورة عيلته، وبعدين وهو متضايق قطع راس العروسة اللي كانت في شنطته. وفجأة سمع صوت خطوات ورا الباب المدعم، بعدها صوت مشوه وغليظ بينادي على الولد، ومعاه خبطات قوية على الباب كأن في حد بيحاول يخرج من جوه. وتاني يوم في الفصل جوليا طلبت من لوكاس يحكي للطلبة القصة اللي كان بيكتبها، وهو متردد فتح الكشكول اللي فيه رسومات سودة وحكى عن 3 دببة عايشين مع بعض، وأكبر دب فيهم عي وتعصب وبقى مغرور بسبب قلة الأكل، لكن برغم كده فضلوا سوا. والجو الكئيب في القصة خلى الكل ساكت. وهم خارجين واحد من المتنمرين اكتشف إن حد حطله وساخة كلب في شنطته، ولما لمح لوكاس بيبص عليه من بعيد قرر يهجم عليه وحاول يغرق وشه في الوساخة. ولوكاس اتصاب واضطر يروح للعيادة، وجوليا تابعت الكشف ومن قلقها على الولد دخلت ملفه وخدت رقم بيته وحاولت تتواصل مع عيلته، لكن اللي ظهر ورا العين السحرية من فتحة الباب كان شيء مرعب. ولوكاس بيقف قدام محل آيس كريم وبيبص بحزن من ورا الإزاز على الناس وهم بياكلوا. ساعتها جوليا بتدعوه يدخل، وواحدة واحدة بتكسب ثقة الولد علشان تعرف أكتر عن حياته، وبتسأله عن عيلته، وهو بيقول إن أمه ماتت وإن أخوه ما بقاش بيروح المدرسة علشان يعتني بأبوهم. ولما بتسأله أبوه بيشتغل إيه، لوكاس بيقول إنه لازم يمشي وطلب منها ما تتبعهوش تاني. ولوكاس بيشوف طيور بتلف حوالين حاجة، ولما بيقرب بيلاقي حيوان ميت في الطريق وبياخده البيت علشان يأكل عيلته. في الوقت ده جوليا بتقرر تروح بيت لوكاس، وبتلاحظ إن المكان مهمل من فترة، ولما بتخبط على الباب بتلاقيه مفتوح، وبتبص جوه البيت، لكن لما بتسمع زمجرة وخبط من حاجة مفترسة بتقرر تركب عربيتها وبتمشي. وفي البيت جوليا بتجمع شوية قطع من رسمة مقطوعة لوكاس كان راسم فيها راجل مرعوب محبوس جوه وحش. وفجأة بول بيوصل وبيخوف جوليا وبيسألها عن الرسمة دي وبينتقد شغلها، وجوليا بتعتذر إنها سابت البيت وسابته زمان وهما صغيرين، وبتقول إنها قضت حياتها بتحاول تتعامل مع الموضوع ده. وبول بيقول إنه قضى حياته مستني أخته ترجع قبل ما يفكر يسيب البلد. في نفس الوقت لوكاس بيقطع حتت من الحيوان اللي جابه وبيحطها على صينية وبيطلع بيها فوق، وبيستخدم كشاف علشان الضلمة وبيحط الصينية على الأرض. بعدها بثواني فرانك بيندفع ناحية الأكل بطريقة وحشية وشكله بيكون وسخ ومتبهدل، وبيصرخ في لوكاس إنه يسيب المكان ويرجع تاني للضلمة. وبعد شوية أخوه بيبان بشكل أهدى وألطف، لكن برضه وسخ ومهمل زي أبوه. وإيدن الصغير بياكل وفرانك بيزمجر تاني وبيخلي لوكاس بيجري من المكان. بعد كده بيقفل واحد من الأقفال تاني. وجوليا بتعزف على البيانو في البيت وبتبدأ تفتكر سوء المعاملة من أبوها، وده بيخليها متوترة. وفجأة
بول بيظهر وبيخوفها من غير قصد وبيرجعها للواقع، وبيقول لها إنه عايز يتكلم معاها علشان يصلح الأمور، وبتسأله عن فرانك، فبيقول لها إنه ورطه في كذا مشكلة قبل كده. وجوليا بتشرح إن الرسمة دي تخص ابنها، وبول بيقول إن فرانك بيتعاطى مواد ممنوعة. وجوليا بتحكي عن تجربتها لما زارت بيت فرانك، وبول بيلومها على تصرفها. وفي بيت لوكاس وهو بيرسم رسمة جديدة وبيسمع أيدن بينادي عليه وبيقول له إنه جعان، ولوكاس بيكتفي إنه يلبس السماعات ويحضن عروسة بيستعملها عشان يعوض نقص الحنان من أهله. وتاني يوم الصبح لوكاس بيجهز فخ صغير عشان يصطاد حيوان، ولما بياخد باله إن في حد قريب بيلاقي صياد مرعوب قدام جثة بني آدم شكلها محروق، والصياد بيمشي بسرعة، وكمان لوكاس بيمشي. وفي المدرسة جوليا بتفتش مكتب لوكاس عشان تدور على معلومات أكتر عنه، وبتلاقي كتب عن مصايد الحيوانات وكتاب بعنوان الأرواح الخطيرة وكراسة رسوماته. وجوليا بتوري الكراسة للمديرة أيلين وبتطلب منها تتصرف وتساعد الولد، والمديرة بتقول لها إنها أول ما تقدر هتواجه فرانك. وجوليا بتقابل بول في الشارع وهو بيتكلم مع الصياد اللي بلغ عن الجثة اللي نصها كان في الغابة والنص التاني في المنجم. وفي البيت لوكاس بيطلع فوق يكلم أخوه وبيتكلموا شوية، وأبوهم بيتعذب في الخلفية. ولوكاس بيدي إيدن شوية حلويات، وبعد ما ياكل شوية بيبدأ يكح وبيطلع دم من عينه وبقه. وفرانك بيبان عليه إنه متأثر باللي حصل، وبيطلع نور سخن من صدره فبيخلي لوكاس يبعد من المكان. وبول بياخد الجثة اللي اتلقت قبل كده واللي تخص شريك فرانك للمشرحة، والطبيب الشرعي بيفحص الجثة وبيقول إن التقطيعات دي مستحيل تكون من حيوان وغالباً من بني آدم، وده بيخلي بول يقلق أكتر من اللي بيحصل. والمديرة بتروح بيت فرانك عشان تتواصل معاه، لكن بيكون باين إن مفيش حد في البيت. وفي المدرسة جوليا وهي بتعرض فيلم للفصل كله، لوكاس كان بينحت حاجة شبه راس غزال في قطعة خشب. وفي بيت فرانك آيلين وهي داخلة بدأت تشم ريحة قوية جدا، وفضلت تنادي على حد لحد ما سمعت أيدن بيعيط، فقررت تدخل تشوف إيه اللي بيحصل. ولقيت الولد متوسخ وعليه آثار دم وحاولت تساعده، لكن فرانك هجم عليها من ورا ووقعها على الأرض، وحاولت تهرب لكن فرانك بدأ ينهش فيها ويموتها ببطء. بعدها بدأ يتحول وطلع له قرون وشقوق في بقه. والشرطة وصلت مدخل المنجم عشان تحقق في المكان، وجم لقوا شنط مليانة مخدرات وقرون شبه قرون الغزال، لكن الصياد قال إن عمره ما شاف قرون بالشكل ده. وبول جاله تليفون عن شخص مفقود فساب المكان فوراً مع باقي القوة. ولوكاس كان ماشي على قضبان القطر راجع البيت، فقابله بلطجي المدرسة وحاول يتخانق معاه، ولوكاس حاول يبعد عنه، وفجأة ظهر وحش شبه البني آدم بقرون في راسه وهجم على البلطجي. ولوكاس استغل الفرصة وهرب ورجع بيته. وشاف عربية آيلين، ولما دخل البيت لاحظ أثار دم في الطرقة واصلة لشباك مكسور، وحاول يخفي كل حاجة وغطى عربية آيلين ونظف الدم من الأرض. وبول سأل جوليا عن آيلين فقالت إنها شافتها امبارح، وبول وضح لها إن جوز آيلين بلغ إنها مختفية. وجوليا افتكرت إنها طلبت منها تروح تكلم فرانك عن الوضع وعن لوكاس. وبول راح مع ضابط تاني لبيت فرانك، ولما ما لقيوش رد قرروا يمشوا ويرجعوا تاني. بعدها في المدرسة بول كلم واحد من المدرسين عن تلميذ متبلغ عنه إنه مختفي، وبول قال ممكن تكون صدفة، والكلام ده عصب جوليا. وهي خارجة من الفصل جوليا شافت لوكاس وشه باين عليه خوف شديد. ساعتها قررت ترجع بيت فرانك تحقق بنفسها، ولقت عربية إيلين متغطية، والشرطة بعدين لقت جثة إيلين في علاية البيت وجلدها ولحمها متاكر، وكمان لقوا جثة متفحمة من جوه ومفتوحة كأنها شرنقة. ولوكاس وصل البيت، لكن جوليا منعته يدخل وأخدته على المستشفى عشان يتكشف عليه ويتعمل له متابعة طبية، والدكتور قال إنه ممكن يكون عنده اضطراب نفسي وعلامات إساءة. ولما اتسألت جوليا عن مستقبل لوكاس قالت إنها هتتبناه بما إنه ملوش حد. وهو في المستشفى لوكاس افتكر كل اللي مر بيه من ساعة ما أبوه رجع من المنجم، وفي فلاش باك بان إن فرانك كان بدأ يتحول شوية شوية وكان بيعمل كل اللي يقدر عليه عشان يحمي أطفاله. وهو بيركب الأقفال على باب السطح بيقول لهم يقفلوا عليه جوه وما يفتحوش مهما عمل. وبعد كام يوم إيدن كمان بيبدأ يعيا، وفرانك اللي شكله اتغير تماماً بيشدوا معاه جوه الأوضة. وبول وجوليا بيروحوا عند الصياد يسألوه عن الحاجات اللي لقوها بخصوص حالات الاختفاء في المنجم، وبيوروه شنط الدواء ورسومات لوكاس. ساعتها بيجيب كتاب وبيشرح إن اللي في المنجم وحش مذكور في أساطير السكان الأصليين اسمه وينديجو، كائن شيطاني بياكل لحم البشر، وبيقول إنه روح دايماً جعانة وبتدور على ضحايا جداد. وطبقاً لكلامه الطريقة الوحيدة للتخلص من الوحش هي إن قلبه يقف وهو ضعيف وجعان.
لكن بيأكد إن روحه مش بتموت لأنها بتدور على جسم جديد تسكن فيه. وبول بيديله مكالمة عن جثة اتلاقت على قضبان القطر، والجثة دي كانت لكلينت الوالد المتنمر اللي اتهاجم قبل كده، وزي الباقي كان متقطع نصين ومتاكل، وده خوف الكل. وبول مش قادر يصدق إن في حاجة خارقة بتحصل، وده بيعصب جوليا. بعدها بتطلب منه ياخدها المستشفى عشان تدور على لوكاس وتاخده معاها البيت. وواحد من الضباط بيوصل عند بيت بول اللي كان بيخلص اجتماع مع العمدة، وبيقول له يلف حوالين البيت ويتأكد. وجوليا بتتكلم مع لوكاس عن عيلته وعن موت أبوه، وبتقول له كمان إن فرانك مات، لكن الولد بيرد إن اللي مات ده أبوه القديم اللي كان عيان، لكن دلوقتي هو مع أيدن ومحتاج مساعدته عشان هيأكله وهيبقى مبسوط تاني. وهو بيوري جوليا رسومات للمخلوق وبيقول لها إنه جاي ياخده ويخليه يعيش في المنجم مع أخوه. والضابط اللي واقف بره بيبدأ يسمع أصوات جاية من الحظيرة، وبيبلغ بول في اللاسلكي، فبول بياخد العربية وبيرجع بسرعة على البيت. في الوقت ده جوليا بتحاول تحمي لوكاس في البيت، والضابط بيروح يفتش الحظيرة وبيلاقي حاجة بتتحرك جوه صندوق، ولما بيقرب بيكتشف إن ده أيدن، وبيبلغ بول في اللاسلكي. لكن فجأة الوحش بيهجم عليه وبيخترق ظهره بعنف وبيموته في لحظة. وبول بيوصل المكان وبيقرب بحذر، وجوليا بتبص لأخوها وهي قلقانة، ولوكاس بيستغل انشغالها وبيهرب. وبول بيدخل الحظيرة وبيلاقي زميله ميت على الأرض زي اللي حصل قبل كده. وأول ما بيشوف أيدن، الوحش بيهجم عليه وبيرميه بقوة بعيد جوه الحظيرة، وبعدين بينسحب. وبول بيحاول يقوم من الصدمة، لكن بيسمع صوت الوحش راجع يهجم تاني وبيخترق الحيطة وبيجرحه في دراعه. وبول بيحاول يقاومه ويضربه بأداة واصله له، لكن مفيش فايدة، والوحش بيهاجمه بقوة أكتر وبيخليه فقد الوعي وبيهرب تاني. وجوليا بتروح الحظيرة علشان تطمن على أخوها، وبتساعده في جروحه، وبتقوله إن الوحش خد لوكاس على المنجم وإنها هتروح وراه. وهم الاتنين بيروحوا المنجم، ولما بيوصلوا جوليا بتطلب إسعاف لأخوها، وبتدخل المنجم بكشاف وسلاح بول، وبتدخل بحذر وبتنادي على لوكاس، وبتكمل ماشية في النفق المظلم وهي حاسة بريحة بشعة. وقدام بتلاقي الأطفال، ولوكاس بيقول لها ترجع، لكن جوليا بتبص وبتلاقي الوحش العملاق بياكل دب، ووشه لسه عليه جلدة فرانك متعلق زي قناع. وجوليا بتتصدم وبتضربه بالمسدس وهو بيهجم عليها وبيوقعها، وهي بتستعيد السلاح وبتضربه تاني وهي مش شايفة مكانه بالظبط، والوحش بيطلع وراها وبيوقعها تاني. وجوليا بتلاقي الشعلة على الأرض وبتولعها، فبتعمل وحش شوية، وبتمسك سيخ حديد وبتغرزه في صدر الوحش أكتر من مرة، وبتقدر تخترقه، لكن الوحش بيشيله وبيقرب منها وهو مترنح. في اللحظة دي لوكاس بيطعن الوحش في ظهره بسكين وبيوقعه مغمى عليه، وجوليا بتاخد السكين وبتغرزها في صدره لحد ما بتوصل لقلبه وبتطلعه، لكن الحرارة بتحرق إيديها وبتوقعه على الأرض. وفجأة بيسمعوا صرخة مرعبة من إيدن، وبيشوفوه بيبدأ يتحول زي أبوه. وجوليا بتمسك السكين وبتقرب منه علشان توقف التحول، لكن لوكاس بيمنعها على أمل إن أخوه يخف، لكن جوليا بتقنعه إن مفيش أمل، وبتحضنه وبتطعن قلب أيدن وبتنهي معاناته. وتاني يوم عند البحيرة، جوليا وبول بيتكلموا عن مصير لوكاس، وجوليا بتقول إنها هتفضل معاه فترة، وبول بيقول إنه عارف الولد هيبقى إيه في المستقبل، وبيسألها لو هتقدر تقتل حاجة بتحبها، وهي بس بتاخد الولد وبتسيب المكان. لكن بول بيبدأ يكح ويبان إنه اتصابه بقى هو العائل الجديد للعنات الوينديجو.